يا اهلا وسهلا بيكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. انا حمدي صالح وفيديو جديد. فيديو النهارده ان شاء الله مقارنه سريعه كده بين الوان الكمبيوتر والالوان العاديه. بس قبل ما نبتدي الفيديو ما تنساش لايك وسبسكرايب لدعمنا، ويلا نبتدي الفيديو. مبدئيا كده مميزات الوان الكمبيوتر متاح الاف الالوان، فبقدر ان انا اختار اللون اللي انا محتاجه بالظبط بالتفصيل، وبقدر ان انا في المستقبل اجيب نفس درجة اللون عن طريق الكود. ثانيا صبغة الالوان الكمبيوتر اكثر كثافة من التقليب اليدوي او الالوان اليدوية. ده كانت مميزات الالوان الكمبيوتر سريعا كده. اهم ميزتين بالنسبة لعيوب الالوان الكمبيوتر، بعض الناس شايف ان الالوان الكمبيوتر اغلى من الالوان العادية، ولكن انا شايف ده مش عيب على الاطلاق تماما. تقليب الالوان يدويا ممكن يعني بيختلف من شخص لاخر. ممكن صناعي او مقاول يقدر يطلع لك درجة اللون اللي حضرتك محتاجها بالظبط من اول مرة، وممكن العكس تماما. فبالتالي ممكن تختلف من صناعي الى اخر او من مقاول الى اخر. فرضنا ان احنا وصلنا للاختيار اللي حضرتك محتاجه واللون درجة اللون بالظبط اللي حضرتك محتاجها. بعد كده حصل اي حاجة احنا محتاجين نجيب نفس درجة اللون تاني، ممكن لو انت حضرتك جبت صناعي او مقاول ما عندوش الخبرة الكفاية، صعب ان هو يطلع لك نفس درجة اللون بالظبط بكل التفاصيل. صعب ولكن مش مستحيل. ممكن صناعي او مقاول يقدر يجيبها لك بسهولة جدا، ولكن الفئة دي من المقاولين او الصناعية نقدر نقول ان هم قليلين جدا. فدي كانت مميزات وعيوب بالالوان العاديه. ده حضرتك تقدر تختار ما بين الاثنين. ده اما بالنسبه للراي الشخصي فانا بفضل الالوان الكمبيوتر افضل بكتير جدا لسهوله التعامل يعني. وبس كده، وده كان فيديو النهارده. ما تنساش لايك وسبسكرايب لدعمنا، وتحت في الديسكربشن هتلاقي فيديوز كتير جدا، واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.